مساء الخير عليكم خياتي العزاز، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تلقايكم لا فيديو تاعي باحسن الاحوال. كما راكم تشوفوا روتيني بعد الولاده مع بنتي. اليوم جوزت معاكم اجوائي كامل كيفاش جوزت اول روتين بعد الولاده. اول حاجه اكيد نديروها هي صباح نهتموا بالبيبي تاعنا، نبدلوا له لاك واش نبدلوا له هكا باش يحس روحو بيان. على بالي بلي كاين سهرات، على بالي بلي يبكي البيبي في الليل، على بالي بلي رضاعه، ولي سقسوني يقولوا لي واش راكي ترضعي. راني نرضع رضاعه يعني طبيعيه. في الاسبوع الاول بديت لها شويه في الليل، يعني 60 في الليل نشربهم لها باسكو كنت عيانه. مي دوكا راني رضاعه طبيعيه 100%. هنا كيما راكم تشوفوا تطاواتي واش رايكم؟ المهم كنت نبدل لها، حبيت نشارك هكا معاكم. وربي يرزق كل وحده محرومه، ربي يرزق كل وحده محرومه من الدنيا. المهم اني نستعمل غير الكولونيا وهذا الطلق. مي دوكا مانيش نستعملو بزاف، اللي قالوا لي الطلق ماشي مليح للدراري. اوكي كيما راكم تشوفوا هنايا كنت كملت لبست لها، قالت لكم واش رايكم خالتي العزاز؟ المهم كيما راكم تشوفوا رحت ديريكتومون للكوزينه. شوفوا انا كنت قعدت 4 ايام في دارنا وجيت، وعلاه بزاف اللي يقولوا لي تكملي في داركم. شوفوا اول حاجه القرايه، ثاني حاجه تاع وليدي يقرا، ثاني حاجه الاخر دارنا فيها بزاف، يعني يجونا بزاف الناس، فيها شغل دار الكبيره. حبيت نجي نروبوزي خير احسن في داري. المهم هنا حبيت ندير لهم شويه في هكا في الدار بيناتنا. يعني هاد النهار ما جاونيش ضياف، ان شاء الله راح نشارك معكم الروتين تاع الضياف كي جاوني واش حطيت لهم واش درت لهم. ديري برك ابوني حبيبتي، القناه هذه راح تستفادي منها بزاف بزاف. المهم خياتي العزاز احنا رحت ندير مشوشه، حبيت ندير هكا جو لولادي للزوج كما تعرفوا. شوفوا المشوشه كل واحد باش كيفاش يديرها. انا نحبها ندير لها الزيت، يعني فنجال تاع الزيت، باسكو ما نحبش ريحه البيض، ما نحبش ناكل البيض، تسمى البيض ما نحبوش كامل يكون فيها. ونخلطها مليح بيان سور. القرصه تاع الملح دائما نديروها ونخلطوا بيان. نديروا وحده تاع لا لوفر ولا وحده ونص، كل وحده شحال دير. انا ندير لها ثاني 4 تاع البيض خلطتها. المهم بزاف اللي يقولوا لي اعطينا نصائح في الولاده تاعك. شوفوا نصائح قبل ما تروحي تولدي، نقول لك حاجه حبيبتي، بيكي عليكي وعلى التحفيزات باش ما يقطعوكش، باسكو كي تقطع لك العجين حاجه واعره عليك وعلى التحفيزات. راني درت لكم في قناتي روتينات ام لطفلي، راني درت لكم بزاف لي فيديو يوري لكم التحفيزات وكامل. المهم حبيباتي قلت لكم عليكم وعلى التحفيزات، درت لكم كامل التحفيزات اللي حبيت تروح تشوفوا ورايا اونسنت واللي راهي ناويه تجيب دراري. نقول لك حبيبتي عليك ولا تحفيزات. تجربتي مع الولادة الطبيعية اللي ثاني مرة، يعني أنا ولدت المرة الأولى الولادة طبيعية، المرة الثانية قيصرية، والمرة الثالثة طبيعية الحمد لله بالسانتو. بزاف يقولوا لي درتي السانتو؟ درت الألم الاصطناعي والحمد لله كانت ولادة طبيعية. يعني بفضل ربي وفضل الناس اللي كانوا مشرفين على هذه الولادة. الحمد لله. كنت خايفة انه الخيارة تاعي تتحل، كنت خايفة انه الرحم كيما يقولك يتفجر ولا البيبي كش ما يصرالو كابل انا كش ما يصرالي. لكن الحمد لله بفضل ربي سبحانه وبفضل دعواتكم اللي كنتوا دايما معايا، الحمد لله جازت على خير وولدت ولادة طبيعية بالسانتو بعد ولادة قيصرية. باسكو ماشي حاجة شوفوا تكوني انت مركزة تقولي بالك روحي تقلي الجرح وتكوني تاني مركزة مع السطر هذاك. حاجة بزاف واعرة. ولدت يعني بالإبرة لاغاشي. المهم شوفوا اللي يقولوا لي الى مليحه نقول لكم شوفوا رحمه، يعني كي تروحي تولدي فوق طابله كلوفه تطلعي فوق طابله يديروها لك تحليكات دوا باش يديروها ما تحسيش كامل، يعني البيبي تاعك يخرج بدون اعلم تاع الصح، ما تحسيش برك انتيا لازم ديري له خرط، يعني كيما يقولوا تزحمي. هذا ما كان يعني رحمة ربي تحسي كيفاش البيبي تاعك يخرج شغل زيدي وانتي مرتاحة. هذه بزاف ننصحكم بها. وشنو كي يروحوا يديروها لكم لازم يعني اكيد راح يديرها لكم مختص، مي لازم تندار في بلاصتها، يعني انتي ما تبوجي ما والو، باسكو لا بوجيتي
ما راحش ندير في بلاصتها. واللي يقولوا لي كيفاش نتخلصوا من الالم، انا لا فيريتي راه حاكمني الالم بوراها باسكو شويه وجعتني، مي في الولاده تاعي القيصريه ما وجعتنيش كامل، يعني ما حسيتش كامل بها، تما تحطت في بلاصتها بيان. وشنو يقول لك الحجامه كي ديريها راح تنحي لك الالم هذاك المول الولاده. انا ان شاء الله بعد ما نتمم 40 يوم اكيد راح نروح ندير الحجامه باش نقدر نوقف على داري، نوقف على ولادي، نوقف على خدمتي، نوقف على اليوتيوب تاعي. هذه هي. شو هنايا كنت حطيت كامل لي غاتو تاعي، حطيت تاني غير جو، قعدنا هكا قصرنا فرحنا على بالكم. ما كاش كيما قد الفرحه، وربي يرزق كل انسان هذه الفرحه. باسكو كي يزيد عندك مزيج جديد، هذيك هي. لو خير كنت درت شويه طمينه، درت المشوشه، حطيت شويه لي غاتو اللي كنت وجدتهم دائما نوصيكم تحضيرات تاع قبل الولاده، ديريهم باش تكوني دائما مريحه، يعني الدقيق محمس. الا درتي ديري هذيك المشوشه وراكي قاعده هنا. شوفوا حطيت غير حاجه خفيفه هكا باش نفرح وليداتي. المهم خياتي العزاز، من بعد رحت ندوش. اللي يقولوا لي الدوش ماشي مليحه، نقول لك شوفي، سواء ولاده طبيعيه ولا سواء ولاده قيصريه، لازم حبيبتي تدوشي موراها. كيما الولاده القيصريه راهم كاينين سبيسيال الاخرين هكا يتباعوا في فورماسيات ديريهم فوق الجرح والدوشي عادي ما يجوزولكش الماء. والولاده طبيعيه، الولاده القيصريه تقضي 3 ايام 4 ايام دوشي بعد ما تخرجي اكيد. والولاده القيصريه غدوه ان شاء الله تقضي الدوشي طبيعيه عادي، غدوه ان شاء الله الدوشي. يعني دوشوا حبيباتي، تريحي نفسيا، تريحي بيان باش ترضعي البيبي تاعك بيان. دوشي عطري روحك، الولاده ما حاش تمنعك كامل. وشنو لازم تكون في مكان دافئ، مكان مغلق، ما تخرجيش للريح، لبسي البينوار تاعك، لبسي بيجامه مليحه يعني دافيه، سورتو دوكا في فصل الشتاء، يعني ما تهمنيش روحك. شوفوا صراحة أنا يا راني ندوش عادي نهار بنهار، ما قري ولادة طبيعية. مع شق العيجان تاعك لازم تهتمي به، ديري لابيطالين ديالك، ديري تغسلي تاني بالغسل اللي طوه لك تاني، البيطادين تاني تخفيه وتغسلي به. تبدلي تاني الفوطه تاعك كل ما تدخلي يعني التواليت، تبدلي الفوطه تاعك، هذه لازم ديريها باش شق العيجان تاعك يبرالك تمتم. يعني انا الحمد لله راهو ما شاء الله يعني برا، ماشي تماما يعني يقعد لك شويه بالعقل باسكو ما عنديش بزاف، مي الحمد لله الخيط داب وطار لي طار واللي داب. هنا حبيباتي الحق نهايه لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم. عليا غير نقول لكم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.